ديري هذه الوصفة لولادك راحين يهبلوا عليها، تجي بزاف بنينة وفي نص ساعة وهي واجدة، ما تديش بزاف وقت. وشوفوا يعني الطبق اللي تحصلنا عليه. نخليكم مع المقادير. نسحقوا حبة بصلة تكون صغيرة، نقطعوها مربعات صغار ونديروها تتقلى مع شوية تاع الزيت. ومن بعد نضيفوا كمية من الفيونداشي ولا الدجاج كيما تحبوا ديروا. انا هنا استعملت الفيونداشي، درت حوالي نص رطل، نقليهم مليح. ومن بعد نضيف التوابل، درت رشة تاع الملح وزدت رشة صغيرة تاع الفلفل الكحل وزدت شوية تاع الكمون. هذا كمون برك في الإضاءة راه يبان لون تاعو فاتح. ونحب نضيف ثاني الفلفل الأحمر، يعجبني نحسو يمد يعني ذوق مليح لأي حاجة. نخلطهم مليح، يعني فيونداشي ما يطولش بزاف ديجا راه طاب. ومن بعد نضيف لها شوية تاع الدبشة ولا المعدنوس ولا كاين اللي يقولوا لها الكزبر. وتقدروا ثاني تضيفوا زيتون خضر مقطع، انا ما درتش. نخلطهم وخلاص راهي ديجا واجده. رحت ثاني من جهه اخرى وجدت بطاطا قطعتها كيما راكم تشوفوا مربعات، درت لها الملح وفورتها. وثاني من الاحسن ديروا لها ثوم بودر ولا ثوم حب يفور معاهم. بعد ترحيوها، رحيوها وهي سخونه بالشكل راكم تشوفوا فيه. ومن بعد ضيفوا شويه زبده وشويه تاع الدبشه وخلطوا. اللي تحبها تجي سائله تضيف لك كريم فريش ولا الحليب حتى تحصل على القوام هذاك. انا نشتيهاش حاكمه روحها كيما هكذا. درتها في هذا المول. ومن بعد درت الفرماج كيما راكم تشوفوا، ونديرو هذاك الفيونداشي. والفرماج تقدروا ديروا اي نوع. نغطي مليح هذاك البطاطا والفرماج. وبعد ندير من الفوق الموتزاريلا، هي اللي تجي مليحه يعني تعجبني. ولا تقدروا ديروا البيشاميل ثاني تجي هايله، يعني اللي مش حيرافقوها مع كاش صوص ولا يديروا البيشاميل خير من الفرماج باش تجي مشمخه ما تجيش ناشفه. وندخلها للفور شعله غير من الفوق، يعني ما تشعلولهاش من التحت. مع يذوب الفرماج نحيوها، ما تخليوهاش طول باش ما تزيدش تنشف. وهنايا راهي واجده، جات بزاف بنينه. وانا كانت فضلت لي شويه كريم فريش كنت رافقتها مع داك طاجين الرخام اللي شاركت معكم الوصفه. سينو ديروا يعني شوي كريم فريش، هذا ما كان ديروا له شوي ملح شويه ثوم وشويه توابل اذا حبيتوا. ومورسو تاع فرماج ذوبوهم، يعني مع يهزوا الغليه طفيوا عليها هذا مكان. وشوفوا يعني الطبق اللي تحصلنا عليه جا بزاف بنين في نص ساعه يوجد. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وبسلامه الى فيديو قادم.